بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عضو في حركة نقدر. حركة نقدر هي حركة شبابية بدأت بعد 6 إبريل بفترة صغيرة. كل الناس اللي اشتركت في حركة نقدر وفي تأسيس حركة نقدر اتعرفوا على بعض عن طريق الفيسبوك. حسوا إن في حاجة كبيرة حصلت في مصر وكان نفسهم يستثمروها، فاتقابلنا في أرض الواقع. يعني كان شعارنا إن إحنا يجب أن نخرج من خلف الشاشات لنصنع شيئا في الواقع. كلنا من تيارات مختلفة، فينا يساريين، فينا ليبراليين، فينا قوميين، فينا إسلاميين، وإحنا بنصيغ أفكارنا وإحنا بنصيغ حلمنا اللي حلمناه كلنا لمصر. قلنا إن إحنا جيل ما بعد الأيديولوجيات وجيل ما بعد المرجعيات، بمعنى إن انتمائنا الأول لمصر، وإن مفيش أي أجندة خاصة لأي حد فينا أو أي أجندة لأي مرجعية أو أي لافتة حزبية. فخرجت من هنا فكرة التكتل والائتلاف، فسمينا نفسنا تكتل شباب مصر للإصلاح. قلنا في البيان التأسيسي بتاعنا إن إحنا يعني خرجنا ولن نعود مرة ثانية إلى ما كنا عليه. كان نفسنا إن إحنا نعبر عن 65% من الشعب المصري هم شريحة الشباب اللي مش لاقيين حد يعبر عنهم. فكرنا بشكل عملي، قلنا نحط الأطر بتاعتنا اللي احنا هنمشي فيها بحيث ما يحصلش أي خلاف بعد كده، أو ما يحصلش أي تمزيق للداخل من الحركة زي الحركات اللي قبل كده. رغم إن احنا كنا من تيارات مختلفة، ورغم إن احنا كل واحد فيه أفكار مختلفة، لكن لقينا إن نقاط الاتفاق اللي بيننا أكتر بكتير جدا من نقاط الاختلاف. فاتجمعنا على النقاط ديت وخرجت ورقة عمل نقدر اللي هي موجودة على موقع الحركة، وبعض الجرايد كتبت عليها وبعض المواقع. احنا مش معنى ان احنا يعني صيغنا برنامج او صيغنا ورقة عمل او كده ان احنا ناس تنظيريين او نعني بالجانب الفكري او الجانب التنظيري فحسب. دوت بس اطار جامع بيجمعنا كلنا مع بعض. لكن احنا نزلنا على طول ارض الواقع. فكرة التكتل والائتلاف كنا بنتصل كل الحركات المشابهة، فكرة التنسيق، فكرة التكتل. عايزين نعمل يعني حالة ميلاد لمجتمع مدني جديد في مصر، يقدر يطالب بحقوق الشعب المصري ويقدر يغير من الحالة اللي موجودة اللي النظام فرضها علينا، وهي حالة الجمود والسكون بعد تراجع المكاسب والمنجزات الهامشية اللي حصلت من 2005 في الجانب الديمقراطي. كان شعارنا ان احنا يعني مفيش اي لافتة حزبية، وان احنا انتمائنا الاول لمصر، وده الشعار اللي خلانا نبقى مفتوحين للناس كلها. وبرضه في نفس الوقت يعني اتفقنا على حاجات كنا نتمنى ان المعارضة الرسمية او الكبار بتوع المعارضة يتفقوا عليها. فنحن نشعر ان احنا عملنا انجاز كبير باتفاقنا، وان احنا قدمنا التجربة ديت للشعب المصري. مجموعة من الشباب من تيارات مختلفة قدروا يتفقوا مع بعض، قدروا ينسوا الإثارات التاريخية ما بين الأفكار وما بين المرجعيات وما بين الأيديولوجيات. ما أنجزناه على أرض الواقع حتى الآن. أنا طبعا البداية كانت تعتبر في آخر شهر 5. قابلنا شباب كتير وشباب كتير قابلونا واتكلمنا مع بعض إيه اللي ممكن نعمله. فاتكلمنا بجوانب إصلاح كتير واتكلمنا في أولويات كتير. والحمد لله يعني لقينا تجاوب كبير جدا من الناشطين ومن العاملين في المجال العام أو في العمل العام لأفكارنا وطموحاتنا. في مشاريع كتير جدا حركة نقدر بدأت تفكر فيها، مشاريع تساعد المصريين، مشاريع في نفس الوقت تخرج جيل يقدر يعمل تغيير. من أهم ملامح حركتنا تأكيدها على مبدأ اللا عنف والمقاومة السلمية المدنية، وإن إحنا بندعي أو يعني بنعتقد إن إحنا ناس موضوعيين. فإحنا بندرس علوم التغيير وبندرس فن المقاومة، بنستفيد من التجارب اللي حصلت في دول زي دول أمريكا اللاتينية وصربيا والثورة البرتقالية. طبعا احنا متأكدين ان مش كل التجارب ينفع استنساخها، وان كل تجربة لازم تبقى كل تجربة لازم يبقى ليها خصوصية. فاحنا ان شاء الله يعني ناويين بإذن الله ان احنا نعمل تجربة مصرية خالصة، تجربة مصرية للتغيير السلمي المدني، التغيير الذي يأتي من الشعب. بالنسبة للفترة الجاية
إن شاء الله. إحنا كلنا يعني بصينا حوالينا فلقينا في شباب كتير زينا في بعض الحركات زي 6 إبريل وزي تضامن وبعض الحركات هدفنا كله هدف واحد. فبنحاول إن إحنا إن شاء الله كلنا نجتمع يعني في إطار واحد، بحيث إن إحنا نتجمع ولا نتفرق، عشان يبقى عملنا أكثر فعالية وعملنا أكثر انتشار. وحلمنا كله حلم واحد. فبدأنا إن شاء الله في هذه الأفكار يعني، وأعتقد إن الفترة الجاية يعني هنحس بالفرق دوت بعد ما تحصل التجمع ويحصل الائتلاف، إن إحنا كلنا نتمنى إن هو يغير من شكل المعادلة السياسية في مصر.